خدت شغلاني وجيت فيه صراحة يا جماعي، المكان تحفة زي ما انتم شايفين وراي. ده نهر كولورادو، والبيت بسم الله ما شاء الله. طبعا من الناس اللي حياتهم مرتاحة، يعني الله أكبر الله يزيدهم. يعني المهندس اللي واخد الشغل 10/10. جيت الصبح، طبعا أنا جيت قبل كده يوم، يعني اتفرجت على الشغل، لقيت عدة صنايعي ومكملش شغله، عامل حمام وفي حوالي 3 حمامات تانية قاعدين، عامل نص حمام وسايب عدته، وقال لي الصنايعي ما كملش. صراحة الواحد لما يشوف حاجة زي ما يشك، يعني يقول لك يمكن في حاجة غلط بتاع في الشغل، يعني الراجل مش كويس. بيني وبينكم جيت اشتغلت الصبح، البلاطة بتسد النفس، شايفين بلاطة يعني حاجة عذاب العذاب، مرض وصغيرة ومعوجة. المهم يعني، بس الراجل صاحب الشغل راجل محترم، المهندس والله العظيم لسه معقول يوم مسهل. المهم اعطاني عربون وسابني ومشي. طبعا انا بيني وبينكم انا ما احبش العقد في الشغل، بلاطه وحشي. قلت طب يعني اخذ بعضي وامشي. في الاخر قلت طب الراجل اعطاني فلوس ومأمن. يعني والله الناس دولي صراحه في امريكا يعني يا جماعه منتهى الادب والاحترام والتعامل، ويدوك فلوس قبل ما تشتغل. يعني الواحد قلت طب انا محرج اسيب الشغل وامشي، لان فعلا الشغل مقرف يعني متعب، بس عشان ادبه واخلاقه. في الاخر قلت لا، انا اروح النهارده بدري، وبكره الصبح ان شاء الله اجي اكمل له الشغل واشتغل واتوكل على الله، وازق الشيطان اللي راكب على وداني دي، عشان هو والله عشان امانته، وانه اعطاك فلوس من قبل ما تشتغل، وحسن المعامله بتاعته، والمكان الجميل دي. بس البلاطه خلي تولد بلاطه عفش. تحياتي ليكم.